أبوها فنان مشهور وصاحبتها كمان كانت بتلعب كرة قدم من صغرها، وكان بينها وبين الاحتراف خطوة، ولكن بسبب أزمة حصلت ليها بطلت لعب، بس ما بعدتش كتير عن المجال واشتغلت مذيعة رياضة. أكبر من جوزها محمد فرج ب3 سنين، ومش أول راجل في حياتها. مين هي لينا الطهطاوي عروسة البلوجر محمد فرج؟ إزاي اتجوزته؟ إزاي دخلت مجال الإذاعة والتلفزيون؟ أسرار في حياتها تعرفوها لأول مرة بعد جوازهم بأيام. لينا الطهطاوي اتجوزت محمد فرج من كام يوم، وفرحهم عمل ضجة كبيرة ولأكتر من سبب غير إنهم مشهورين، ولكن من وقت ارتباطهم وحكايتهم أثارت الجدل، والكل بقى يسأل مين لينا الطهطاوي اللي سرقت قلب محمد فرج بعد شهور قليلة من انفصاله، وإزاي عرفها. لينا عندها 28 سنة وأكبر منه ب3 سنين. لينا من مواليد 1995 وفرج 1998، وده ما كانش عائق قدامهم خالص، والمهم يكونوا متفاهمين مع بعض وبيحبوا بعض. السن مش أزمة بالنسبة لهم، وزي ما لينا مش أول بنت في حياة فرج فهو مش أول راجل. لينا كمان كانت متجوزة قبل كده من دكتور الأسنان أحمد الجوهري ابن رجل الأعمال رضا الجوهري في 2019، وكان وقتها سنها 24 سنة، وانفصلوا بعد فترة. أبوها فنان مشهور وبيكون طارق الطهطاوي أشهر الملحنين في مصر والوطن العربي، وطبعا بسبب شهرته دي فليه علاقات كبيرة جدا بالوسط الفني والإعلامي، وكان من المتوقع إن لينا تدخل مجال الفن وتبقى بنت الوز عوام، ولكن ما حصلش. لينا من صغرها بتحب كرة القدم وكانت بتلعب ومفيش في شطارتها، ولكن للأسف كانت على وشك الاحتراف وحصل لها إصابة غيرت حياتها، وكل اللي كانت بتحلم بيه ومخططة له ما حصلش. جالها رباط صليبي وغضروف منعها انها ترجع للملاعب تاني، ولكن سبحان الله ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا. لينا ما بعدتش عن الملاعب وحبها للكورة زاد أكتر، وده بعد ما اتخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة. هي بدأت تتدرب في الإذاعة والتلفزيون من وهي بتدرس، وحطت هدف قدامها إن بعد ما تتخرج هتبقى مذيعة، وفعلا بدأت تبقى مراسلة برامج رياضية، ولكن عانت كتير بسبب إنها بنت، وكان صعب إن بنت تبقى مذيعة أو مراسلة للرياضة، ولكن قدرت تثبت نفسها بشطارتها وطريقتها اللي جذبت الجمهور ليها. وأول برنامج رياضي قدمته هو صباح المونديال لمدة شهر بس أثناء كأس العالم بروسيا في 2018 على شاشة أون، وكان ليها تجربة برنامج كلاكيت في الراديو، وهو برنامج فني، وأجرت لقاء مع محمد هنيدي، وبتقدم حاليا أخبار أون تايم المذاع حاليا على أون تايم سبورت. لينا الفن في دمها برضه، وليها أصدقاء مقربين من المجال وهي هنا الزاهد اللي دايما بيظهروا مع بعض وقريبين جدا من بعض، ومفيش حد بيحصل له أزمة غير وتكون التانية في ظهرها، وآخرهم انفصالها عن أحمد فهمي. هي كان نفسها تبقى ممثلة وحققت حلمها لما ظهرت مع المطرب عزيز مرقة في كليب واتقال إنهم مرتبطين، ولكن اتضح إنها شائعات لأنها في الوقت ده كانت مرتبطة بمحمد فرج. لينا وفرج عرفوا بعض لما عملوا مع بعض حلقة من برنامج توكسيك كيك، واتكلموا مع بعض على الحب والعلاقات والجواز، ودخلت قلبه ودماغه وبقى يجر شكلها، لدرجة إنها قالت أول مرة كنت فاكراك ملاك وطلعت عبس، الله يكون في عون اللي هتكون معاك. وسبحان الله في تاني مقابلة بينهم وقعت في حبه من أول نظرة، وعجبتها آراءه وقدر يدخل قلبها بسهولة، ولقوا إن في كيمياء بينهم وكل واحد شاف في التاني العوض.